الله تعالى وبركاته. دايما مع وصفات ولمسات زهرة القلمية. درت لحباباتي اليوم وصفة البانكيك خفيف وهشوش ما شاء الله. عندي هنايا 4 كاس تاع حليب، عندي 4 كاس تاع كريمة سائلة خاصة بالطبخ، عندي حبة تاع بيض تكون بحرارة المطبخ، عندي مغرفة ونص تاع سكر. خلطهم مليح بالفوي، راح نضيف لهم شوية ملح باه نعدلو في الذوق تاع البانكيك تاعي، ونحرك مليح حتى يذوب كامل هذاك السكر. راح نضيف له نص ملعقه تاع فاني، عندي هنايا نص باكي تاع خميره حوالي 5 غرامات، ونضيف 4 ملاعق كبار تاع فرينه. هنايا الفرينه حسب نوعيه الفرينه اللي عندك، كاينه اللي تشرب وكاينه اللي ما تشربش. هنايا تاعي هاد الفرينه استعملت غير 4 ملاعق. خلطها مليح، شوفوا القوام اللي نتحصل عليه. وكنت دوبت حوالي ملعقة تاع زبدة خليتها بردت، ونضيفها في الاخير نعدل بها القوام تاع البانكيك تاعي. تكون بانكيك خفيف وشهي ما شاء الله، يحضر في دقائق بمكونات بسيطة ومضبوطة جدا. بعد ما خلطت هذاك البانكيك تاعي نخليه حوالي 10 دقائق، نغطيه بابي فيلم يتخمر. انا جبت المقله تاعي هذه متحصلش، هنا لازم تكون مقله متحصلش ولا تكون عندك بانينات طيبي فيها هذا البانكيك بالخف. هنايا استعملت هذيك القاروره تاع لا مايونيز، كنت غسلتها وخبيتها من الوقت الحاجه، وهي جا وقتها استعملت بها هذا البانكيك، يعني تساعدك تكملي بالخف وتجيك الحبه لختها ما شاء الله. بعد ما نطيبهم مليح ببادي اليكم الاختيار في التزيين. انا درت لهم هنايا شويه تاع شوكولاته تختيني وزينتهم بشويه بيستاش، وهذا هو البانكيك تاعي. تحضريه في رمش تاعين كما قلت لك حبيبتي، الفطور الصباح ولا قهوه العشيه، يشهي ويهبل قطني اسفنجي ناجح مليار. هاد الوصفه تهبل ما شاء الله عليها. شوفوا البانكيك تاعي كيفاه محمر، الله يطيب بالخف ما شاء الله عليه. نتمنى من حباباتي يجربوا هذه الوصفه، قلت لكم وصفه خفيفه وظريفه. شوفوا كيفاه هشوشه ما شاء الله، اسفنجيه قطنيه تهبل. راح يحبوها وليداتكم خاصه. نتلاقاو في فيديوهات اخرى باذن الله. سلام.